السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا باحوال جيده ويتلقاكم هذا الفيديو نتوما باحسن الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد في قناتي منوعات لوجين. مرحبا بالاخوات اللي متبعيني، شكرا لكم. الوصفه ديال اليوم وصفتنا هي الباذنجان او البرنجال. غادي نعمرو بواحد الطريقه اللي مزيونه بزاف، حتى الوليدات الا ما كانوش كياكلوها غادي ياكلوها بهذه الطريقه. نخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه لوصفتنا اليوم غادي نحتاجوا فيها الباذنجان، طبعا الكميه اللي بغيتو اللي غادي تكفي عدد الاسره. غادي نحتاج الثومه، واحد مطيشه، واحد بصيله، وواحد الفلفله خضراء، فلفله حلوه. بالنسبه للثومه فغادي ندخلها مع الباذنجان الفران. غادي نوريكم كيفاش غادي نعملو. صراحه بهذه الطريقه كيجي لذيذ بزاف. انا اول مره نجربو بهذه الطريقه، بنتي ما كانتش كتاكلو ودقتها وكتقول لي مامي هذا ماشي البرنجال، هذا ما فيهش المذاق ديال البرنجال. يعني الا كان وليداتكم ما كياكلوهش بهذه الطريقه هذه كيجي مزيون بزاف، المذاق ديالو فحال كغاطا لذيذ وما تشبعوش منه. صافي غادي نعملو بالموس، غادي نفلحو هيدا مزيان. نحاول انني ما نقطعوش من تحت لان باقي غادي نعمروه باش ما كتخرجناش الحشوه. غادي نفلحو هيدا غير بشويه كامله، الكميه اللي غادي نحتاج كامله. وبالمناسبه اي واحد زارني في القناه وجا عندي جديد وتوصلت بالرساله ديالو، شكرا ليه، الله يحفظه ويحفظ لوليداتو ان شاء الله. وبالنسبه للقناه الثانيه، قناه منوعات لوجين اللي كنت فيها وتوقفت واحد الفتره، فانا كنتسنى يعني نحل غير واحد المشكل ان شاء الله، وغادي نبقى نشارك معكم وصفات هنا وتما ان شاء الله يا ربي. ومهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. وكاينين بزاف الناس اللي جاو عندي من قناه اخرى، فكنشكركم بزاف والله يحفظكم وشكرا لكم بزاف. فكلمة الشكر يعني قليلة في حقكم المتتبعين الأوفياء. صافي كيف ما شفتوا خديت ديك برنجال فلحتو كيف لاحظتوا قلت لكم. غادي نعملوا شويه زيت بلديه، شويه ديال المليحه، وندخلو نفرن. وعملت معاه حتى ديك الثومه غادي نخرج، عرفتي غادي تشوفوا فيها واحد المنظر يا سلام. فانا كنعشق الثومه صراحه، اي وصفه كيكون فيها الثومه فكنكثر لا الثومه. صافي عملته في الفران، خليته كيطيب، ما نخليوهش يطيب بزاف، يعني نخليوه غير كيدبل باش غادي يسهل عليا انني نخويلو كرشو. غادي ندوز هنا الخضر اللي غادي نستعمل. خديت هنا فلفله، بصله ومطيشه قشرتهم، غادي نقطعهم طريفات صغارين. بالنسبه لهاد الوصفه فتقدروا تزيدوا اي حاجه لكم الاختيار، ولكن هي بهاد الطريقه هذه كتجي لذيذه بزاف، كتجي فيها واحد النسيمه، واحد التعليكه، وحتى ديك الريحه الباذنجان اللي كتكون قويه فكتختفي مع داك البصيله والثومه والزعتر. صافي يعني ملي نقطع هاد الخضر هيدا طريفات صغارين. وطبعا تقدروا تضاعفوا الكميه الا كان عندكم بزاف، يعني نتوما عينكم ميزانكم شحال عندكم ديال الباذنجانات. انا عندي هنايا غير 3 والحجم ديالهم ستيتو، فلذلك احتاجت غير بصيله ستيتوا، فلفله ستيتوا، وواحد حبه ديال الطماطم صغيره. صافي غادي ندوز هنايا نعملهم في مقيله مع الزيت، تكون سخنات واحد شويه، زيت البلديه ولا الزيت النباتيه اللي حبيتو. غادي نعملهم هنايا كيتقلاو واحد شويه حتى يدبالوا واحد شويه على عافيتكم متوسطه. هانتوما كيف كتلاحظوا نخليهم يدبالوا مزيان. وغادي ندوز دابا باش نضيف عليهم داكشي اللي غادي يجي مع التعميره ديال الباذنجان. فصدقوني هاد الوصفه الا جربتوها فما غتندموش عليها ان شاء الله. مختلفه شي شويه ونبدلو، يعني انا عزيز عليا البرنجال، عزيز عليا الشيفلور حتى هما، يعني كيعجبني ننوع في الوصفات ديال في الاكل ديالهم، ما نعملهمش غير بواحد الطريقه. هنايا ضفت شويه ديال الكفته، وغنضيف شويه ديال الملحه، ضفت شويه ديال الابزار اختياري، وغنعمل شويه ديال الكيمون. تقدروا تضيفوا التوابل اللي بغيتو، ولكن هي الوصفه كتجي فحال هيدا: الكيمون، الابزار والملحه. ما كيجيش يعني ديك التوابل اللي قويه، يعني تعميره كتجي عاديه كانك كتاكل غاطا.
ملي كنخرج باذنجان من الفران وهو باقي سخون، هانتوما كتلاحظوا يعني ما نقدرش نخويه دغيا. هانتوما غتشوفوا معايا ديك الثومه كيفاش طابت في الفران، رجعت الزبده، رجعت المنظر ديالها، فانا بحال هيدا وكتشهيني ندهنها في شي خبيزه مع الصوبه، كتجي لذيذه بزاف. ان شاء الله غادي نشارك معكم شي وصفه ديال الصوبه في شي نهار، ونشارك معكم حتى الوصفه ديال الخبز بالثومه، كتجي لذيذه بزاف. صافي غادي نحيد لها القشره ديالها، وغادي بالنسبه للبرنجال غادي نخويلو الكريشه ديالو هو باقي سخون. نتوما تقدروا تخليوه حتى يبرد تماما، ولكن من الافضل ما نخليوهش حتى يبرد مزيان، لان بحال اللي كيرجع مجلود يعني مجلد، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، ما كيبغيش يتخوى، يعني خصو يكون باقي سخون باش كيكون فحال هيدا معلق دغيا كيتخوى له الكريشه ديالو. اما الا برد فكيصعب علينا اننا نخويوه بسهوله. صافي هنايا كيف كتلاحظوا غادي نخويه كامل، وغادي نضيف ديك الحشو ديالو اللي كان في الكريشه ديالو، غادي نضيفها على داك المقيله اللي عندي على العافيه. غادي نحاول نمعسها شي شويه، نمعس ديك الثومه والبرنجل. وعرفتي ملي ضفتو على ديك المقادير هنايا في المقيله كيعطي واحد الريحه غزاله، واحد الريحه كتشهي. وبالنسبه للزعتر غادي نضيفو حتى الاخير، يعني غادي نعملو في البرنجال، وغادي نضيف عليه شويه ديال الزعتر. بالنسبه لهنايا تقدروا تعملوا حتى شويه ديال الاعشاب المنسمه، لكم الاختيار، حتى الاعشاب المنسمه كتجي مزيونه. صافي غادي نمعس مزيان هاد المقادير مع بعضهم. هاد الوصفه او الطبق كيجي كطبق للغداء، غادي رافقته مع شويه ديال السلطه الروز، تقدروا ترافقوه مع اي حاجه، فهو انا كنفضل مع الروز. كيجي لذيذ بزاف ومشبع، وتقدروا تستغنوا على الخبز مره في هذا الطبق هذا، فانا ما استعملتش الخبز مره. وش غنقول لكم، وصفه اللي سهله وبسيطه، وكنتمنى تكون عجبتكم. صافي غادي نعمر هاد الباذنجانات كاملين يعني نقسم لهم ديك الكميه كامله، ونضيف عليهم شويه ديال الجبن. فبالنسبه للجبن اللي استعملت انا موتزاريلا، تقدروا تستعملوا اي جبن عندكم متوفر في المنزل. صافي غادي نعمل هيدا في الرويصه ديالهم غير شويه، وغادي نضيف في الاخير شويه ديال الزعتر. الوصفه ديال اليوم هي وصفه شهيه، كنتمنى تكون عجبتكم وتكون جاتكم خفيفه على قلوبكم، ونتمنى من الله يكونوا الوصفات ديالي كيوصلوكم بداك الحب اللي كنوجدوا انا وكنشاركهم معكم بالتدقيق، يعني بالتفاصيل. فهادشي اللي كنتمنى من الله، وشكرا لكم بزاف. صافي هنا من بعد ما خرجت الطبق ديالي من الفران رديته، يعني غيدوب غير ديك الجبن وصافي رجعته الفران غيدوب شويه جبن، وغنخرجو. هنا رافقته مع شويه ديال السلطه ديال الروز، وتقدروا ترافقوها مع اي حاجه يعني بغيتوها. فهانتوما كتلاحظوا كيجي شهي لذيذ بزاف، مشبع ومختلف تماما على الباذنجان اللي دائما كنبغيو ناكلوه، دائما كنعملو زعلوك كنقليوه لي غراتان، فهذا مبدل تماما. فكانت هذه وصفتنا لليوم، كنتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو ديالي، وطبعا من قناه منوعات لوجين وسدرة، دائما مع وصفات بسيطه. وشكرا.